اسمع بقى، اللي هتحضره دلوقتي قصة حقيقية بس مطبوخة بكوميديا مولعة. لو حصلت لك قبل كده، صلي على النبي واعمل لايك واشتراك واكتب في الكومنت ربنا يسترنا من الجواكت. ولو ما حصلتش، استنى، هتحصل. القصة بدأت لما قررت أروح الدرس بالجاكيت الجديد، جاكيت جلد شيك، واللي يشوفني يقولي ده أكيد كان شغال مع تامر حسني. بس اللي حصل هناك كان بداية الفضيحة. وأنا قاعد في أول الصف حسيت الجو سخن شوية، قلت أفتح الجاكيت أتهوى، وأول ما فتحته كل العيال بصت لي. السبب؟ التيشيرت اللي لابسه تحت كان بتاع أختي من أيام ما كنا بنغسل مع بعض، وعليه صورة أرنب وردي وكلمة لافلي باني. أنا اتجمدت، والعيال اتفجرت من الضحك، والمدرس وقف وقال إيه ده؟ مين لافلي باني هنا؟ الضحك قلب صريخ، وأنا قاعد مبلول عرق مش عارف أتصرف. بس قررت ما أقعش وقلت أيوة، أنا لوفلي باني، ودي شخصيتي الجديدة. الضحك وقف فجأة، العيال بصت لبعض وقالوا ده مجنون رسمي، نحترمه. ومن اليوم ده بقيت باني بتاع الفصل، اللي قلب الفضيحة لبطولة. أوقات الغلطات هي اللي بتخلق الألقاب وبتخليك نجم غصب عن اللي حواليك. سؤال الحلقة: لو كنت مكاني، كنت هتخبي الجاكيت ولا تواجه الدنيا بالأرنب الوردي؟ اكتب في الكومنت وابقى قابلني.